أستاذ محمد شبانة عضو مجلس الشعب واللي قدم الاستجواب أعتقد ليكوا. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، مرحبا. أهلا بك. نتكلم عن الاستجواب اللي حضرتك قدمته لمجلس الشعب للتظلم الواقع على أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة. ايوه فندم. اتفضل. ان جاء الوقت انه مجلس الشعب يقوم بدور مهم فيما يتعلق ببحث الضمانات الموضوعيه للتعيين في لمركز وكيل النيابه، باعتبار انه هذا هو الطريق المؤدي الى مركز القاضي. صح. فاذا لم يكن الولاء ولاء من جرى تعيينه الى علم حصل بموجبه على الدرجات المؤهله واصبحت سبيل التعيين في ابعاد من الشخصنه، تصبح امر العداله في خطر. خصوصا ان امر العداله لا يتعلق بالقضاء ولا يتعلق بمن يمتهن هذا العمل. امر العداله شأن مجتمعي كامل. اذا اصيب هذا المكان، اذا اصيب سواء في الطرق المؤديه الى مركز القاضي او فيما يتعلق بضمانات القاضي واستقلاله او حياده ونزاهته او صدمه المجتمع في معاييره، هنا يصاب المجتمع ويتهدد نظام الدوله بالسقوط. طيب. من اجل ذلك تقدمنا. احنا لا رقابه لنا على القضاء باعتبار اننا في الفصل بين السلطات، ولكن اردنا فيها ان نخاطب وزير العدل ليقدم لنا المعايير الموضوعيه. ليس من بين الموضوعيات ان يستأثر اولاد الساده المستشارين بالمراكز القضائيه او تكون لهم اولويه عن غيرهم، لان ده خلق لطبقه اجتماعيه واقتصاديه على خلاف الحقيقه. طيب. المساله في اعتماد هذا الاسلوب بيظلم الساده ابناء المستشارين نفسهم، لما يبقى يقينهم ان علمهم لم يتقدم بهم الى هذا المكان اللي طبعا الهام. وان ثقافه التوريث ما زالت ممتده. طيب. مش ممكن تطبق في القضاء فكره ابناء العاملين. استاذ محمد، عايزين نعرف برضو الموضوع وصل لحد فين؟ هو الطبيعي ان لما بيقدم استجواب بيبقى يتحدد له حاجه اسمها تحديد موعد. فعرض على مجلس الشعب وقبله المجلس من حيث الشكل، وقالت الحكومه فيها انها مستعده للنظر. باقي مساله انه يطرح في الجلسه العامه. الكلام ده لسه ما تحددلوش موعد. شكرا لحضرتك استاذ محمد شبانة. طبعا اعتقد ان هيبقى في امل لو دخل موضوع مجلس الشعب. راي حضرتك ايه؟ طبعا احنا بنشكر سياده النائب محمد شبانة لانه بجد شخصيه محترمه جدا. احنا رحنا مجلس الشعب، طبعا تركنا جميع الابواب بعد زي ما قلت لحضرتك. رحنا لوزاره العدل ورحنا المجلس العسكري ورحنا قابلنا المستشار النائب العام، ولكن بعد مجلس الشعب اختاروا بارادته المنفرده، فاتجهنا بعد المولى عز وجل لمجلس الشعب. اتجهنا مجلس الشعب، قابلنا سياده النائب محمد شبانة وسياده النائب محمود السقا، وقال لنا هنقدم لكم استجواب بتحديد او تعيين او هيحدد لكم ايه المعايير اللي اختار فيها معاون النيابه العامه دفعه 2009، وليه اترفضتوا في دفعه 2009. فقال لنا سياده النائب هقدم لكم الاستجواب وهحدد بيه بيان عاجل حتى يتناقش في الجلسه في البرلمان ان شاء الله باذن الله. عموما نداء المستشار عبد المجيد محمود انه يراعي طبعا هذا الموضوع، لان ما بعد الثوره المفروض ما يبقاش فيه وساطه، وان برضو المهنه دي مهنه يعني شريفه جدا وقويه. طبعا المفروض ان اللي يعني بيمتهن هذه المهنه يكون على قدر كافي من المسؤوليه. بنشكر طبعا الاستاذ هيثم شوقي مدير المكتب التنفيذي لائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعه، شكرا جزيلا ليك. واستاذ وليد احمد عبد اللطيف عضو المكتب التنفيذي، شكرا ليك. وان شاء الله نجيبكم بقى المره الجايه يبقى الموضوع اتحل ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين تصبحوا على الف خير.